حبيباتي متابعيني، اليوم هم عندي طريقة جديدة للعنبة العراقية. أحسن واحد ما يطلع يشتريها من برا أو ما عنده وقت، عنبة بسيطة وسهلة. هنا أنا عندي حبايتين من الباذنجان، يعني راسين مال الباذنجان، نغسلهم ونقشرهم ونقطعهم مكعبات حلقات، بس هو الأفضل شيء مكعبات. وهنا أنا عندي شجرايتين قطعتهم مكعبات، وفلفل أخضر 2 غسلتهم وكملتهم وخليتهم. هنا نبدأ بالطريقة، نخلي الجدر على النار نغسله وننشفه ونضع به الخل، خل أبيض، خل البدوي، هو أي شيء بدون ماء بإضافة الخل. نخلي هنا نحتاج نص بطل من الخل، باذنجانتين وشجرايتين وفلفل 2. إذا عندكم خيار هم تقطعوا مكعبات عادي، أنا هنا ما عندي خيار ما خليت. هنا أول ما الخل ينطي فورة واحدة يفور، نجيب المواد. هسه الخل يفور، نجيب المواد وكلها نخليها وين بالخل، يبقى يفور، ياخذ له 5 دقائق 6 7 دقائق، المهم 7 دقائق يفور ويا الخل، يفور وياه. بعدين نطفي النار. هسه مثل ما تشوفون هنا بدأ الخل يفور عندنا، بين هاي المواد مثل ما تلاحظون كلها ذبيناها. نبقى نقلب بيها مدة 10 دقائق أو 6 دقائق، المهم بس تذبل ويتغير لونها. احنا نطفي الطباخ ونعوفها بالخل، نقبقها ونعوفها بالخل. منا ثاني يوم حبيباتي، ثاني يوم الصبح راح شو نسوي؟ ثاني يوم الصبح راح نطلع المواد بمصفي، الخل نعوفه على صفحة نحتاجه من ذبه، نطلع المواد هاي بمصفي. نجيب جدرية نخليها على النار. عندنا مكونات العنبة، طريقة مالتها 3 ملاعق عنبة طوز، 3 ملاعق عنبة طوز أو ملعقتين على هاي الكمية مال الباذنجانتين والشجر 2 وفلفل. نخلي ملعقتين عنبة، ملعقتين ونص مال أكل كبيرة، ملعقتين ونص أكل كبيرة، ملعقة ونص كركم، ونخلي فلفل حار. الفلفل الحار نخلي قليل حسب الرغبة. ونبقى نخلط بالمواد، وملعقة ونص بابريكا حارة. هسه عرفتوا، ملعقتين ونص من العنبة الطوز، ملعقة ونص من الكركم، ملعقة ونص من البابريكا الحمراء. نخلطهم المواد ونخلي الزيت، ونبقى نحمس هاي التوابل ويا الزيت عندنا شوي يتغير لونها. احنا مصفين المواد اللي عندنا، نجيبها ونذبها وين، نبقى نحمسها ويا العنبة عندما يتغير لونها وتطلع الريحة مال العنبة. نبقى نحمس 10 دقائق، اكثر شيء 10 دقائق نحمسها. انحمست وكملت بالزيت، اذا شوفون الزيت قليل ضيفوا بعد الزيت. نحمسها ونكملها. نجيب بعد ما حمسناها وكملناها، تبقى أقل شي نص ساعة أو 60 دقيقة، يعني نص ساعة 3/4 الساعة بالأقل. أنا خليتها 3/4 الساعة تبقى على النار، والطباخ نصي عليها وتبقى على كيفها تذبل تتهدر على مود تتجانس المواد ويا يعني هاي اللي خليناها الخلطة مال التوابل مال العنبة، وتبقون كل شوية تقلبون بيها. راح تشوفونها صارت شلون العلوشة، تطلع كلش طيبة. ورا نص ساعة 3/4 ساعة طفون الطباخ. تبقى عندما تبرد تخلونها. إذا عندكم علب مال زجاج فارغة تتعقم مي حار وخل حتى العنبة ما تخربل بيها، وتضيفوها بالعلب الزجاجية حبيباتي.
لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعار جديد. طبعا وهسه تشوفون الشكل النهائي من نطفي من عندها النار تطلع عنبة أصلية. سهمكم العافية، مع السلامة.